تكالب إعلامي وهجومات على أبطال مسلسل الأسيرة بسبب تهم الخيانة لأن محاسن المرابط عربية، ونسلهان آتاغول ترزق بأول طفل لها. وإعلان الممثل جان يامان الرمضاني في مصر يثير موجة من الجدل. لمعرفة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها خليكم معنا. قرار صادم كشف عنه أوزجان دينيز يتعلق بقطع علاقته تماما مع عائلته، وذلك بعد فترة من المشاكل التي نشبت بينهم. أوزجان الذي كان يواجه مشاعر خيبة أمل وإحباط بسبب التصرفات العائلية نشر رسالة عبر ستوري عبر حسابه الشخصي على انستغرام قال فيها: لقد حاولتم تدمير حياتي وتفكيك عائلتي وأترككم في يد الله. وهذه الكلمات كانت بمثابة إعلان قوي عن قطع علاقته مع أفراد أسرته، وأنه قرر المضي قدما في حياته بعيدا عنهم بعد الخلافات المستمرة التي أدت إلى هذه القطيعة. ومنذ فترة أدلت والدة أوزجان قدرية دينيز بتصريحات علنية كشفت فيها عن خلافات العائلة، ما زاد من تعقيد الوضع. وكان لهذه التصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية حول علاقة أوزجان مع أسرته أثرا سلبيا على صحته، حيث أثناء تصوير مسلسل البراعم الحمراء لم يتمكن أوزجان من تحمل المزيد من الضغوط النفسية، ووقع أثناء التصوير حيث تم إلغاء التصوير فورا. وقررت إدارة العمل تعليق جميع الأنشطة بسبب الحالة الصحية لأوزجان الذي تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية قسطرة طبية. ما زالت قضية الطلاق بسبب الخيانة التي رفعتها زوجة الممثل جينك تورون بطل مسلسل اليوم الأسيرة تثير الجدل عبر منصات التواصل ومواقع الأخبار التركية والعربية. وفي التفاصيل، ما زالت دعوى طلاق نيفين تورون من الممثل جيونغ تورون تثير الجدل في مواقع التواصل بسبب اتهاماتها لزوجها بالخيانة، إضافة إلى تهمة الزنا مع زميلته في المسلسل المغربية محاسن المرابط، حيث ادعت أنهما يقومان بخيانتها وأنها تعرضت للخداع، وأن بطلي المسلسل في علاقة غرامية. وفي تطور جديد في الحادثة، خرجت زميلة جينك تورون زليخة حمزة ومساعدة المخرجة آريا تشيفيليك في مسلسل الأسيرة للإعلام بغرض تأكيد تهم الخيانة، حيث قالت زليخة حمزة: لم أرى أبدا أبطال العمل يبقون في نفس الغرفة في أي مجموعة، ولم أرى شريكا قريبا من شريكته هكذا من قبل. اعتقدت أنهم كانوا عشاق، ولقد تقبلت الأمر باعتباره وضعا طبيعيا بالنسبة لهما، ولم أعرف أن جينك متزوج. حتى جاءت السيدة نيفين وابنها إلى موقع التصوير. لقد تفاجأت كثيرا عندما رأيت السيدة نيفين وأحزنتني كثيرا كامرأة. من المؤسف أن أشهد هذا الوضع. لا ينبغي للمرأة أن تفعل هذا لامرأة أخرى. وقالت آريا تشيفيليك مساعدة مخرج مسلسل الأسيرة أن جينك ومحاسن بقيا في نفس الغرفة وأغلق الباب، وأنها لم تكن تعرف أنه متزوج هي الأخرى حتى قدوم زوجته لموقع التصوير. لكن الغريب هو كل هذا التحامل والتهم والتشويه كأنها أول خيانة في الوسط الفني التركي، حيث أكد أغلب رواد مواقع التواصل أن كل هذا تكالب الإعلامي لاتهام محاسن المرابط بالزنا والخيانة فقط لأنها مغربية عربية، وإلا ما كنا سنشاهد كل هذا التعاطف مع زوجة جينك تورون والدعم حتى من داخل مسلسل الأسيرة، ما يؤكد حقد ونبذ الأتراك لكل ما هو عربي، وينتظرون أي فرصة للانقضاض والهجوم، وهو ما تتعرض له المغربية محاسن المرابط بسبب أنها عربية لا أكثر. وإلا فالخيانة حتى لو كانت موجودة وحقيقية فأغلب مشاهير تركيا يعيشونها، وليس أبطال الأسيرة استثناء. فلماذا هذا التكالب الغير مبرر؟ من جانبها، وكلت الممثلة محاسن المرابط محامي، حيث سيتم البدء في عملية المطالبة بكافة حقوقها القانونية والجنائية، بما في ذلك الضرر المعنوي الذي تعرضت له بسبب هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تشمل أيضا جريمة التشهير.
تعيش الممثلة نسليهان آتاغول وزوجها قدير دوغلو أكبر فرحة بعد أن أصبح أبوين للمرة الأولى مع ولادة طفلهما صبيحة هذا اليوم. وذكرت التقارير أن الحالة الصحية للأم والطفل جيدة بعد الولادة. وبحسب تقارير الصحفية التي أدلت بها برسين، اجتمعت نسيهان آتاغول وقدير دوغلو مع ابنهما، وعلم أن الزوجين حملا طفلهما بين ذراعيهما في هذا الصباح. ولحد اللحظة لم يشارك الثنائي تفاصيل أو صور لطفلهما الأول، وظهر أنهما يريدان عيش هذه اللحظات بعيدا عن الإعلام والصحافة، وتكون لحظات خاصة بهم فقط. حيث بالإضافة إلى نجاحاتها المهنية تعيش نسلهان آتاغول الآن تجربة الأمومة المثيرة. وأعربت نسلهان آتاغول في تصريحاتها قبل الولادة عن سعادتها بالأمومة، وذكرت أنها تستعد لهذه الفترة الجديدة. ولم يترك المعجبون والمحبون الثنائي الشهير وحدهما، بل كانت هنالك مجموعة رسائل تهنئة عبر منصات التواصل الاجتماعي. أثار إعلان جديد لشركة المنتجات الألبان المصرية، والذي ظهر فيها النجم التركي جان يامان، موجة من الانتقادات بين الجمهور العربي خاصة المصري بعد عرضه خلال شهر رمضان. وتعرض الإعلان لمجموعة من الانتقادات بسبب فكرته التي اعتبرها البعض غير ملائمة، إلى جانب بعض الملاحظات الفنية التي لاقت استهجان المشاهدين. ويروج الإعلان لمنتج اللبنة التركي تحت شعار ليه ترضى بالجبنة ولو ممكن تتهنى باللبنة، حيث تدور فكرته حول سيدة تتخيل زوجها هو النجم جان يمان أثناء تحضيرها الإفطار له، وتبدأ في التفاعل معه بلطف وخجل، لكن سرعان ما تكتشف أن الأمر كان مجرد خيال، وأن زوجها الحقيقي أمامها، ويعبر عن استيائه من مذاق اللبنة. في النهاية يظهر شعار الحملة الإعلانية جان يمان ما يحبش الجبنة، جان يمان بيعشق اللبنة التركي الأصلي، شهية صحية وكريمي. الإعلان أثار استياء الكثير من المشاهدين الذين اعتبروا أنه يصور المرأة المصرية بشكل غير لائق، حيث ظهرت وكأنها تفضل شخصا غريبا على زوجها، وهو ما رأى البعض أنه يتعارض مع القيم الأسرية المصرية. كما استنكر البعض الحوار المستخدم، خاصة العبارة التي قالتها الزوجة لزوجها الحقيقي: ما تعمل لنفسك هو أنت تشليت، معتبرين أنه مخالف للأخلاق العامة. عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أن الإعلان يروج لفكرة الخيانة القلبية من خلال تخيل الزوجة لرجل آخر غير زوجها، وهو ما وصفه البعض بأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما أشار آخرون إلى أن الإعلان يسوق لفكرة أن النساء المصريات سطحيات ويحلمن فقط بالوسامة، مما اعتبره إساءة لصورة المرأة المصرية. من ناحية أخرى تعرض الإعلان أيضا لانتقادات فنية، حيث أشار البعض إلى أن الشركة استعانت بجان يمان من تركيا، ثم قامت بدبلجة صوته لاحقا بدلا من تصوير الإعلان بصوته الأصلي، مما جعل بعض المشاهدين يعتبرونه إخفاقا فنيا.